السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله نلقاكم في افضل الاحوال. معكم دائما نعيمه المكنسيه اللي كتحاول دائما تتحفكم ان شاء الله بالجديد. كيف العاده غنبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم إنك حميد مجيد. صلوا على النبي. بسم الله، على بركة الله. كيف ما كتشوفوا هاد التحفة الفنية اللي ما قديش نصبر في الحقيقة وقلت نشاركها معكم. بغيت نشارك معكم هاد الجمال، هاد الرقي، هاد الرونق الجميل اللي كيميز المرأة المغربية، اللي كيميز الأنامل الذهبية، اللي كيميز كل مرأة حرة كتبغي تجاهد على وليداتها وتكافح باش تكون دائما راقية. وفي نفس الوقت كيميز لنا الناس اللي عندهم الذوق الرفيع، اللي كيكونوا دائما معتزين بالصناعه اللي هي تقليديه حره. الثقافه المغربيه ديالهم، اللي عندهم روح المواطنه. كيفاش روح المواطنه؟ هي كل ما هو مغربي كيكون عزيز عليا، كل ما هو كيكون مرتبط بشي حاجه مغربيه، صناعه مغربيه، قراءه مغربيه، اي حاجه كيف ما كانت حتى اللهجه المغربيه كتكون عزيزه عليا. فهمتوا هذا الشيء اللي بغيت نوصلكم؟ وما نساوش نباركوا السنه الامازيغيه، الناس ديال امازيغ، ونباركوها المغاربه، علاش لا، كنا كاملين. وفي نفس الوقت نبارك لكم الاول ديال شهر رجب، اللي كنتمنى ربي يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بصحه وسلامه، طول العمر، وبزياده ديال الذكر والقرب الى الله سبحانه وتعالى. كيف ما كتعرفوا هذا الشهر هذا اللي هو كريم، اللي موراه كاين عندنا شهر ديال شعبان ورمضان، ان شاء الله يدخلهم علينا ان شاء الله وعليكم بالصحه والسلامه. كما كتعرفوا هذا الشهر هذا اللي هو خاص كل انسان يتصالح مع الذات ديالو، وكل انسان يحاول ينقي الذات ديالو من اي شوائب كيف ما كانت. كنتمنى ان شاء الله في هذا الشهر هذا زياده ديال العبادات، وزياده ديال القرب الى الله سبحانه وتعالى، والله ينقينا وينقيكم ان شاء الله من الذنوب. مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا ان شاء الله هذا اللي زار هذا اللي هو تحفه فنيه اللي بغيت نشاركها معكم بطبيعه الحال، من الابداعات ديالي الخاصه. لكل مره كنحاول نبدع وكنحاول دائما نشارك معكم هذه المجموعه ديال الابداعات ديالي الخاصه، وكتمنى تعجبكم ان شاء الله. منها استفاده للناس اللي مازال اللي مثلا يحاولوا حتى هما يبدعوا، مثلا كتاخدي واحد الفكره ومن بعد كتحاولي تزيدي عليها. ومنها يعني الناس اللي كياخذوا من عندي، والناس اللي ما عارفينش نعيمه المكنسيه شكون هي، ها هي نعيمه المكنسيه، المنتوجات ديالها اللي كتحاول دائما تحف المشاهدين ديالها والمعجبين بالقناه الخاصه بها. شكرا لكم بزاف، شكرا على التشجيع ديالكم. انا عارفه دائما راكم معايا، ودائما كتسولوا حتى لا غبت واحد شويه كتقولوا فين مشات هاد خيتي، راها غابت، وشحال من وحده وشحال من واحد اللي كينتظر الجديد نتاعي. كنتمنى ان شاء الله هذا الجديد يلقاكم في افضل الاحوال. هذا يزار في الحقيقة وجدته بكل حب وبكل تفاني في العمل. علاش؟ حيت أنا الطرز ديالي أو هذا المنتوج ديالي كنحماق عليه، اللي هو الطرز الفاسي، وكنحاول دائما نعطيه أبهى حلة. هذاك الشيء الجهد ديالي اللي قديت عليه، وفي نفس الوقت كنشوف حتى الكليان ديالي كيفاش كيشوف هذاك الحاجة اللي بغاها. مثلا بغات مثلا واحد الأخت واحد ليزار ولا شنو، كنشوف كيفاش كتعطيني مثلا الفكره ديالها، كيفاش كتكون. كيفاش نفصل لكم؟ كيفاش السيده كتكون يعني عندها ديك الرغبه في هذاك المنتوج اللي بغات تاخذ.
يعني كنشوف على حسب الرغبه ديالها، كنحاول نوجد لها شي حاجه قريبه ليها، وفي نفس الوقت كنحاول نعطيها واحد الجماليه اللي هي خاصه باش غادي تعجبها ان شاء الله. السيده اللي جات كانت شافت هذاك لي زار، الا كنتو شفتوا داك لي زار في الزرق الا عقلتوا عليه، الزرق واللوينات اللي كنت خدمت لواحد العروسه، حتى هذيك العروسه جات لعندي قالت لي بغيتو بحال هذا الشكل هكا وهكا، يعني التصميم ديالها هي اللي بغاتو بهذيك الطريقه، حاولت نوجدوا لها بالطريقه اللي بغات. وفي الحقيقه من طبيعه الحال ملي شافته راه عجبها بزاف، وحتى الام ديالها ملي جات هكا يعني وجابت مع الناس اللي شافوا حماقوا على ديك الخدمه. الحمد لله يعني كان انا فخوره في الحاجه اللي نبغي نصايبها، وكنصايبها شي حاجه زعما كاين زوينه. انا غير ما قديتش نصبر وقلت نوريكم هذا المنتوج هذا. حتى هو جات عندي واحد الاخت الكريمه كليانا اللي كنتمنى ان شاء الله تكون في افضل الاحوال. المهم قالت لي نوجد لها بحال هذاك الشكل، وحاولت نزيد عليه الاضافات. علاش؟ على حساب حيت هي عجبتها هاد الزواقه هذه ملي كنت كنوريها. حاولت نقاد لها على حسب الزواقه اللي عجباتها باش تزيد تكون معجبه بالخدمه ديالها ملي تكون فرشاتها. كيف ما كتشوفوا الناموسيه اللي عندي هنا راها ماشي شي ناموسيه كبيره ولكن متوسطه، يعني هاد لي زار انا دايراه كبير، يعني يقدر يجي في الناموسيه الكبيره والناموسيه الصغيره، وكيف ما درتي له غادي يحمر الوجه. يعني حتى لا حطيتي في هذه ناموسيه كبيره غادي تجي هاد العرض هذا كامل عاطي الديكور. جيتي حطيتي بحال هكا غادي يجي النص الفوق والنص لتحت، يعني عاطي واحد اللوحه فنيه اللي هي جميله بزاف. يعني بحال كيفاش غادي نفسر انا هاد ليزار هذا، بحال عباره عن بيت ومحاط باسوار، وكاين فيه هاد النجمه الوسط، النجمه من هنا ونجمه من هنا، يعني هذه كتشكل راجل وهذه كتشكل امراه. يعني اش نقول لكم، يعني باش ما نساوش حتى راجل، يعني الراجل والمراه بجوجهم غادي يتسماو يعني نجم او نجمه في وسط البيت ديالهم، وكل واحد كيمثل الجوهر او اللؤلؤ ديال الاخر، يعني سواء المراه او الراجل يعني يكونوا كيمثلوا بعضياتهم. وفي نفس الوقت هذا الذوق الرفيع اللي وجدته لهاد الاخت هذه، يعني ملي غادي تمشي لدارها غادي تبين انها ذات ذوق رفيع وعندها واحد الرونق اللي هو خاص بها. كيف ما كتشوفوا هنا راه مازال هاد الليزار هذا غير حطيته مع هاد جوج مخدات اللي هما خاصين بيزار واحد اخر، وهنايا راه هذا راه فيه اللوينات. ان شاء الله غادي ننتظروا ان شاء الله على ما يتخيط، حيت راه مازال ما مخيطاه، راه مازال غير مطلوق. ان شاء الله غادي نخيطو ان شاء الله، وغادي نزيد له شي اضافات وغادي نحطو مع المخدات ديالو وغادي تشوفوه. وكنتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم. وحتى هكا راه جا زوين، غير قلت نشاركو معكم. كيف ما كتعرفوني دائما انا كنبغي نشارك معكم الجديد، وما كنقدرش نصبر الا وجدت شي حاجه زعما ونخليها مخبيه. لا لا، ما نخبيهاش على الحباب ديالي. مرحبا بكم مع ناعمه المكنسيه اللي كتحماق عليكم وكتحبكم من قلبها. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني باش دائما نزيد القدام. راه التشجيع ديالكم مهم بالنسبه ليا. السلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.